احنا ما اتولدناش كده. احنا كنا بنحب نفسنا واحنا صغيرين، كنا بنضحك من قلبنا وبنلبس اللي على مزاجنا، وكمان بنمشي زي ما احنا عايزين من غير ما نفكر الناس شايفانا ازاي. بس بعدين بدأنا نسمع: عيب تضحكي كده، لبسك ده مش لايق عليكي خالص، مفيش حد هيعبرك اصلا. ومع كل تعليق كأن حد مسك مراية وقالك: بصي كده لشكلك، انتي مش تمام الا لما تعملي كذا كذا. ده اللي هو من وجهة نظره هو، مش من وجهة نظرك انتي. وبدأنا ان احنا نمشي ونتعايش بنظرات الناس، نلبس عشانهم، ننزل البوست عشان تعجبهم، نمسح الصورة دي لو مفيش تفاعل، ونسيب نفسنا احنا بنحب ايه، نسيب اللي احنا بنحبه وايه اللي يفرحنا. وبقينا مستنيين ردود افعال الناس على اي حاجة واي تصرف احنا بنعمله في حياتنا، علشان نفهم اننا نستاهل ان احنا نتحب. عارفة عارفة يعني ايه لما تربطي تقديرك بكلام الناس؟ عارفة يعني ايه لما تربطي تقديرك لنفسك بكلام الناس؟ يعني مش هتعرفي تحسي بقيمتك من جوه غير لما يجي مصدر خارجي يقولك برافو، او يسقفلك، يقولك ايه الشطارة دي، ايه ده الشغل اللي انتي عملتيه ده حلو قوي. ولو ما قالش كده انتي هتفضلي متنكدة طول يومك عشان محدش سقفلك على الشغل اللي انتي عملتيه. لازم يكون في ثقة في نفسي. هو على فكرة في حاجات كده ما بيبقاش ليها علاقة بالثقة برضو، انا يمكن خدني التعبير شوية. بس في ناس ما بتحسش ان هي كفاية غير لما الناس تقول لها ان هي كفاية، غير لما يقولوا لها برافو على الشغل اللي هي عملته. هو ده مش علاقة، ملهوش علاقة بالحب على فكرة نهائي، دي اعتمادية عاطفية. يعني انا حرفيا مش عارفة احب نفسي الا لما الناس تحبني. عارفة المشكلة فين بجد؟ ان الناس مش دايما فاضية تحبك، مش كل الناس هتعرف تقدرك، ومش كل واحد هيفهمك. فانتي تبقي تايهة مستنية كلمة، ولو ما جاش بتنهاري. مش كل الناس لازم تمشي على اللي في دماغك انتي. مش لازم كل يوم الناس تمدحك، مش لازم كل يوم الناس تسقفلك. عادي الناس ممكن يكونوا شايفين ان انتي شاطرة، بس مش لازم يقولولك ده. هو مش ده مش عدم تقدير منهم، لا، هم قالولك مرة واتنين وتلاتة، بس انتي نفسك ما بتبقاش كفاية بكلمة واحدة. لا، هي عايزة ده يتكرر يوميا، ولو ما تكررش انا بدخل في مرحلة اكتئاب، وبحس ان اللي انا بعمله في حياتي ملوش اي تلاتة لازمة. رغم ان الناس شايفاه ان هو كويس، بس هما مش لازم يقولوا ان هو كويس. هما قالولك ان هو كويس، استمري على اللي هما قالوه قبل كده. مش لازم كل يوم يتقال ويتكرر نفس الجملة عشان تحسي ان انتي كفاية، عشان تحسي ان انتي اديتي، وعشان تحسي ان انتي النهارده شكلك حلو قوي. مش لازم كل يوم يقولولك على اللي انتي لابساه شكلك ان هو شكله حلو عشان تحسي فعلا ان انتي شكلك حلو. مش لازم كل يوم يسقفولك على شغلك ويقولك الله انتي كويسة وبدأتي تطوري من نفسك. مش لازم خالص يطلع منهم كل يوم الكلام ده ليكي. هما خلاص قالوه مرة، وانتي مفروض بقى تبرمجي نفسك ان انتي انا كويسة، وان انا شكلي حلو، وان انا مش لازم الناس تقولي ان انا شكلي حلو على فكرة، والناس مبسوطة من شغلي فكمل عليه. ومش لازم ان انا بعمل الشغل عشان الناس تقولي الله برافو. هو ليه دايما بتدوري على نفسك في عيونهم؟ انتي ليه بتتأثري بكل كلمة انتقاد بسيطة، وبتفضلي تفكري فيها الأيام، ومش قادرة حتى انك تمدحي نفسك، ودايما شايفة العيب الأول والأخير منك انتي؟ ونفس النوع ده على فكرة، أنا بس حابة أتكلم برضو في نقطة مهمة جدا، نفس النوع ده بيفضل لأيام لو حصل ان في حد غلط فيه وهو رد الغلط ده في ساعتها، بيفضل يلوم في نفسه: انا ما كان مفروض ما ردش الرد ده. طب هو دلوقتي شايفني ازاي؟ هو اكيد زعلان، انا لازم بكره الصبح اروح اعتذر له، رغم ان هي اساسا بترد على غلط اتوجه لها. احنا مش لازم دايما نبقى احنا اللي سابقين. مش لازم نبقى كويسين في عين اللي قدامنا. مش لازم نبقى حساسين اول درجة ان احنا نراعي مشاعر الناس واحنا محدش بيراعي مشاعرنا. مش لازم دايما ابقى شكلي حلو في عيونهم، انا عادي ممكن اطلع شكلي زي الزفت. بس النقطة الاولى والاخيرة ان انا ابقى مكتفية بنفسي، وان انا مسمحش لحد ان يجي عليها. وان انا الاول والاخير على فكرة ان الناس ان هتحترم شخصيتي وهتحترمني لما انا من نفسي ابقى حاسة ان انا كفاية، واني انا واحدة بس،
واني انا ما ينفعش ان حد يجي يغلط فيا واسكت له، وما ينفعش ان انا ابادر بعد الغلط اللي صدر منه اني انا برضو اللي اروح اعتذر عشان ما يشوفنيش بصورة مش كويسة. لا، خلي اللي يشوفك يشوفك، وخلي الصورة تبقى عنده ان شاء الله تفضل تكبر عادي. ما تعمليش حساب لحد غير لنفسك وبس، ما تهينيهاش. على فكرة انت هتيجي يوم وتتعافي، يمكن بعد ما تسمعي الفويس بتاعي ده تتعافي، هتعرفي ان انت كنت غلطانة في حق نفسك كتير قوي، وان الناس اللي انت كنت بتعملي لها احترام وبتقدريها وبتراعي ظروفها وبتراعي مشاعرها وبتيجي على نفسك عشانهم، هم اصلا من الاساس ما كانوش يستاهلوا التقدير ده. ما تدوريش في كلام الناس على نفس على طمأنينة اللي هي الحاجة اللي تخليكي مبسوطة ومرتاحة طول اليوم. مش دايما لازم تكوني احسن شخص في نظر الناس، عادي. خليكي عارفه انت المثال اللي بيقولك ايه، انا السيء في روايه احدهم، خليكي انت السيء في روايه احدهم كلهم، عادي مفيش مشكله. اللي يشوفك كويس يشوفك، اللي يشوفك وحش يشوفك. ما تعمليش حساب لحد غير لنفسك، نفسك اولا واخرا، مفيش بعدها. انا عايزه اقولك على حاجه، لازم تراجعي علاقتك بنفسك. اقعدي مع نفسك كده وشوفي انت مقصره في حق نفسك في ايه. ما تفكريش في حد زي ما بتفكري في الناس، انا ازاي سمعتهم كلام مش كويس، انا ازاي بصيت له بنظره مش كويسه، انا ازاي رديت الرد ده رغم ان كان ممكن ارد رد تاني اهدى منه شويه، انا ليه رديت الغلط بغلط رغم ان كان ممكن اسكت. لا، اللي يغلط فيكي اغلطي فيه، واللي يكلمك باسلوب مش كويس كلميه باسلوب مش كويس. ما تستنيش ان انتي تبقي الاحسن في نظر الناس. راجعي علاقتك بنفسك، اقعدي مع نفسك كده وشوفي انتي محتاجه ايه عشان تبقي انتي، تبقي كفايه لنفسك، كفايه لذاتك. انتي مش محتاجه ان حد يتكلم معاكي ويقولك كل شويه وكل يوم وكل 5 دقايق انتي جميله، انتي مفيش زيك، انتي مفيش منك، انتي يعني احسن واحده في التيم بتاعك ده واحسن واحده في الاستاف بتاعك. انتي مش محتاجه كده. خدي بالك في فرق بين انك تحبي تقدير الناس ليكي وانك تعتمدي عليه عشان تحسي بنفسك. انا معاكي ان التقدير لذيذ بس مش اساسي. اكتبي لنفسك كل يوم حاجة حلوة عملتيها، بصي لنفسك في المراية وقولي انا كفاية جدا. قربي من الناس اللي بيشوفك قيمة من غير ما تطلبي، وبعدي عن الناس اللي بيخليكوا تشكي في نفسك كل شوية. في ناس كده عارفين برضو من العلاقات اللي مش لذيذة خالص في البنات برضو ان هي تبقى في ريليشن شيب مثلا مع حد ويخليها فاقدة الثقة في نفسها، رغم ان انتي ممكن تشوفي البنت دي يعني ملك الجمال، بس برضو انت لازم تراجعي نفسك في العلاقة اللي انت فيها. وكلامي موجه للبنات اللي في علاقة تحس ان هي مع واحد توكسيك، مع واحد هو مش شايف حد، هو مش شايفها مع ان البنت قمر، بس هو مخليها فاقدة بقى كل حاجة في نفسها، ثقتها في نفسها، ثقتها في اللي حواليها. لازم لما يشوفها يقولها انت جميلة، تحسي ان الدنيا بقى ايه، بقت فيها ورد. لا، راجعي نفسك في العلاقة دي عشان العلاقة دي مش حلوة، العلاقة دي مش هتكمل، العلاقة دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تخليكي اصلا متدمرة نفسيا. راجعي نفسك وانهي العلاقة دي فورا لو انت فعلا فيها. انهي العلاقة اصلا بأي حد، اذا كان بقى حبيب، صاحب، صاحبة، اي حد مخليكي شاكة في نفسك ولو حتى 1%. انت في ناس كده بتبقى بتتلذذ بان هي تخلي اللي قدامها يفقد الشغف اصلا في نفسه، مش ثقته في نفسه بس، لا الشغف في نفسه. انتي ايه اللي انتي لابساه ده، شكلك وحش قوي النهارده، البرفيوم بتاعتك دي ريحتها بشعه، رغم ان هي ممكن تكون حلوه جدا وشكلك اصلا ممكن يكون قمر في اليوم ده، بس في كلمه واحده فعلا اليومك بيتقفل. طب ليه اوصل نفسي لمرحله ان انا اخلي حد ملوش لازمه بمجرد كلمه يقولها لي يقفل لي يومي كله، وبمجرد ما يقول لي كلمة حلوة يومي بيبقى يعني مليان بوزيتيف انرجي. لا، يعني احنا مش هنمشي على كلام الناس ومش هنمشي بعيون الناس. ابعدي عن الناس اللي بيخليكوا تشكوا في نفسك، ابعدي عن الناس، انهي العلاقات، انهي كل حاجة في حياتك وبصي لنفسك كويس. واعرفي كده اللي يفضل يطلب يثبت نفسه طول الوقت عمره ما يحس بالامان. كل اللي انا عايزه اقولهولك النهارده انك مش محتاجه كلمه تمدحك على فكره خالص.
وعلشان تحسي ان انت بنت جميلة، ولا محتاجة 100 لايك على صورتك عشان تعرفي انك موهوبة. انت كفاية حتى لو محدش قالك كده. بصي بصي لنفسك، اعرفي ذاتك، اعرفي قيمتك كويس قوي عند ناس. اعرفي ان انتي كفاية 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 جدا لنفسك، ومش مهم اللي قدامك شايفك الناس شايفك ازاي. بصي انا مش هقعد اقولك كلام تنمية بشرية محفوظ، انا بس عايزة اقولك حاجة واحدة يمكن محدش قالها لك قبل كده. انتي مش محتاجة الناس تسقفلك علشان تكوني ناجحة على فكرة، ولا محتاجة تعيشي كل يوم كأنك بتثبتي نفسك للي حواليكي. اللي خلقك كاملة، وفي عينه انت كفاية، وفي نفسك لازم تفضلي تقولي انا كفاية. اعرفي قيمتك، ارجعي لنفسك واعملي اللي بتحبيه وانتي مصدقة نفسك، مش علشان حد يقولك برافو، علشان تبقي فخورة بنفسك وانتي لوحدك. افتكري دايما، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.